أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي وبينه عداوة كأنه ولي حميم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيدان النائبان البرلمانيان ورئيس مقاطعة سيدة زمان، السيد نائب رئيس مقاطعة مولاي رشيد، السيد الكاتب العام للعمالة والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، السيدات والسادة رجال السلطة، السيد رئيس المنطقة الأمنية بالنيابة، السيد قائد الإقليمي للقوات المساعدة بالنيابة، السيد قائد الإقليمي للوقاية المدنية، السيد مدير الإقليمي للمعاش الوطني، السيد رئيس سيادة الدار الملكية بالنيابة، السيدات والسادة رؤساء المصالح خارجية للدولة، السيدات والسادة المستشارون أعضاء مجلسي مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان، السيدات والسادة رؤساء الأقسام والمصالح وموظفو حملة مقاطعة مولاي رشيد ومقاطعة سيدي عثمان ومولاي رشيد، السيدات والسادة ممثلو هيئات المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلو مختلف وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وبصفته وبالاحترام الواجب له. كما هو في علمكم، قامت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة على الصعيد الوطني همت ما يقارب 25% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملة بالإدارة الترابية.
وقد تم الإعداد لهذه الحركة الانتقالية من خلال نظام المواكبة والتقييم الشامل المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية بهدف دخل دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية وتحسين مردوديتها طبقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده، غايتها الرفع من أداء هذه الموارد وتحفيزها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية والتأقلم مع التطورات العالمية، مساهمة منها في رفع التحديات التنموية لبلادنا. وقد حرصت وزارة الداخلية من خلال هذه العملية على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية حتى تحقق الدينامية الراقية التي تجعل من حسن خدمة المواطن هدفا لعملها، وهو السبيل الأمثل لتدعيم الحكامة الترابية المتميزة تحقيقا لمرامي عائلة المفردة. عملت مقاطعة مولاي رشيد بطبيعة الحال شملتها أيضا هذه الحركة الانتقالية، وقد همت أطرا تواجدت بين ظهرانينا لفترة ليست بدائية ستغادرنا لتعمل بمجالات ترابية أخرى، وأستغلها مناسبة لأهنئهم على تجديد الثقة فيهم وأشكرهم خالص الشكر على تفانيهم في العمل إلى جانبنا وعلى الخدمات التي أسدوها لفائدة ساكنة هذه العمالة، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليهم رداء الصحة والعافية وأن يوفقهم في مهامهم الجديدة. يتعلق الأمر بالسادة، هذه ربما هي فترة عصيبة، ولكن فرقوا إخوان خدموا معنا عاشرناهم. سي مشعل بن عطوش الذي كان يعمل كرئيس دائرة حضرية منطقة الصناعية، وقد تم تعيينه رئيس دائرة حضرية بإقليم قنيطرة. السيد عزيز أيوب والذي عمل كرئيس دائرة حضرية سيدي عثمان، وقد تم تعيينه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية. السيد محمد الضر الشيخ ماء العينين الذي عمل كرئيس دائرة حضرية، وقد تم إلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية. السي مختار كويس ما كاينش معنا، كان رئيس دائرة ملحق بالكتابة العامة للعمالة، وقد تم تعيينه رئيس دائرة حواز القنيطرة بإقليم القنيطرة. السي خالد زريقة الباشا الذي كان يترأس الملحقة الإدارية الفالح، والذي تم ترقيته وتعيينه كرئيس دائرة حضرية بعمالة فاس. السيد وليد الفكيري الذي كان يترأس الملحقة الإدارية البركة، والذي تم ترقيته إلى درجة رئيس دائرة، وتم تعيينه رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم أوسط. وأخيرا السي عبد المجيد السباعي اللي كان رئيس ملحقة إدارية ملحق بعملية مقاطعة مولاي رشيد، وقد تم تعيينه قائد مسقالة بإقليم الصواب. بطبيعة الحال هذه سنة الحياة، يغادرنا البعض ونستقبل البعض الآخر، ويجب لي أن أرحب باسمكم جميعا بالسادة رجال السلطة الجدد الذين التحقوا بنا ليساندون في عملنا على صعيد تراب عملية مقاطعة مولاي رشيد. ويتعلق الأمر بالسادة
السيد عز الدين فارس. السيد عز الدين فارس من مواليد إقليم القنيطرة سنة 1974، متزوج وله 3 أطفال، حاصل على الإجازة في القانون العام ودبلوم دراسات معمقة في القانون العام، إضافة بطبيعة الحال إلى دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 41. التحق بدواليب الإدارة في 2006 من درجة باشا، المهام التي زاولها من قبل: قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية تطوان، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة إقليم وزان، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة إقليم طنطان، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعملة إقليم سطات، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم الحوز، وهي آخر مهام كان يزاولها قبل الالتحاق بعملة مقاطعة مولاي رشيد. السي عز الدين فارس تم تعيينه كرئيس الدائرة الحضرية سنتين. السيد مصطفى مشتاقو ما حضرش معنا نظرا لالتزامه بمهام في الإقليم المعين به حاليا وهو إقليم الحسيني. السي مصطفى مشتاقو من مواليد 1974 بتونات، متزوج وله طفلين، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 41. التحق بالإدارة في 2004. المهام المزاولة قبل الالتحاق بولاية رشيد: قائد قيادة أيت وابلي دائرة أقا إقليم طنطا، قائد قيادة أسيف المال إقليم شيشاوة، رئيس دائرة بوميا عمالة ميدلت، ثم رئيس دائرة بلي بوفرح بإقليم الحسيمة. وهي المهام التي كان يزاولها قبل أن يتم تعيينه بعملة مقاطعة مولاي رشيد. السي مصطفى مشتاقو تم تعيينه كرئيس الدائرة الحضرية مولاي رشيد. السي كريم ميمي السي كريم ميمي تم تعيينه كرئيس الدائرة الحضرية المنطقة الصناعية. هو من مواليد 1979 بسطو، متزوج وله طفلين، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في السياسات العمومية ودبلوم معهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 45. التحق بالإدارة في 2008. قائد ممتاز، المهام المزاولة من قبل: قائد بإقليم الحسيمة، قائد قيادة ولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، قائد قيادة مرموشة بإقليم بولمان، ثم باشا مدينة بولميمة بإقليم الرشيدية قبل أن يلتحق بمولاي رشيد. السيد ياسين اليوبي. السيد ياسين اليوبي كتعرفوه كان يعمل كرئيس الملحقة الإدارية لاله مريم، وقد تم ترقيته إلى درجة رئيس دائرة، وتم تعيينه كرئيس الدائرة الحضرية للهاويين التي تم إحداثها مؤخرا. ياسين من مواليد 1982 بفاس، متزوج وله طفلين، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 46. التحق بالإدارة في 2009. المهام المزاولة سابقا: رئيس الملحقة الإدارية بمراكش، قائد نيل عروس بإقليم العريش، قائد قيادة بولمان بإقليم بولمان، ومؤخرا كان بطبيعة الحال رئيس الملحقة الإدارية لاله مريم. فيما يخص رؤساء الملحقات الإدارية: السيد مراد بالهادي الذي تم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية فلاح.
سي مراد بالهادي من مواليد 1982 بزايو إقليم الناظور، متزوج وله 3 أطفال، حاصل على الماستر في قانون المنازعات والماستر في العلوم السياسية، إضافة إلى دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 45، التحق بالإدارة في 2010. قائد ممتاز، مهام المزاولة سابقا قائد ملحقة إدارية بسيدي إفني، قائد قيادة بني بوفراح بإقليم الحسيمة، قائد الملحقة الإدارية السادسة عشرة بإقليم الناظور، ثم قائد الملحقة الإدارية الثانية بشوية سلوان بإقليم الناظور قبل أن يلتحق بمناشد. السيد عادل القيسي. السيد عادل القيسي تم تعيينه كرئيس الملحقة الإدارية في المنطقة الصناعية من مواليد 1981 بصفرو، متزوج وله 3 أطفال، حاصل على دبلوم دراسات العليا المعمقة قانون الأسرة والطفولة ودبلوم معهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 46، التحق بالإدارة في 2009. المهام السابقة رئيس الملحقة الإدارية بعمالة تمارا، ثم قائد بقسم الشؤون الداخلية بإقليم طنطان قبل أن يلتحق بنا مناشد. السيد ياسين النفاتي. تم تعيينه رئيس الملحقة الإدارية الهرويين الشمالية من مواليد 1989 بفقيه بن صالح، متزوج، حاصل على الماستر في الحقوق ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 54. المهام السابقة منذ 2020 قائد قيادة ولاية ستوت بإقليم الناظور. السيد يونس غرنوق. السي يونس الذي تم تعيينه كرئيس الملحقة الإدارية للملك. السي يونس من مواليد 1988 بسيدي قاسم، متزوج وله طفل، حاصل على الماستر في قانون الأعمال ودبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 57. كان كما قلت المهام السابقة قائد قيادة تمارا بإقليم زبورة قبل أن يلتحق بعملة مقاطعة مناشد، وقد تم تعيينه كرئيس ملحقة إدارية للملك. إضافة هذه الحركة الانتقالية الوطنية واللي كانت معنية بها عملة مقاطعة مناشد، فتم استغلال الفرصة أيضا للقيام بحركة جزئية داخلية، وهكذا تم تعيين السيد زهير المشبوح اللي كان رئيس الملحقة الإدارية الصغري على رأس الملحقة الإدارية مناشد. السيد محمد بن عيشة ينتقل من مقاطعة ولا ملحقة مناشد إلى ملحقة الصدري. السيد والي العلني اللي كان في الملحقة الإدارية المنطقة الصناعية ينتقل للملحقة للمركب الإداري. السيدة إيمان زعزوع من المركب الإداري قد انتقل للسلامة، ثم السيد رشيد العمراني من الملحقة الإدارية السلامة ينتقل للملحقة الإدارية البركة. أيها الحضور الكريم، إننا نأمل في رجال السلطة الجدد وكان أيضا القدامى أن ينخرطوا بكل عزم ومسؤولية إلى جانب مختلف الفاعلين المحليين لتحقيق الأهداف المرسومة لهم بهذه المنطقة التي تستحق كل العناية والاهتمام تنفيذا للسياسة الرشيدة
لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رضي الله عنه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحركة الانتقالية لرجال السلطة بقدر ما جاءت لتسجيل الأشخاص وإبناء إدارة للخطوط الجديدة، فهي كذلك مناسبة لتشكيل العزم والوعي والالتزام برفض المسؤولية بالمحاسبة، وهو المبدأ الذي ينبغي أن يضعه كل رجل سلطة أمام أعينه في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية. فعليكم جميعا من فضلكم احترام المواطن والاستماع إلى متطلباته والتواصل معه، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بالحضور اليومي والداخل في الميدان للوقوف على المشاكل والصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لها في إطار من الحوار وإشراك مختلف الفعاليات للوصول إلى منتهى جميل. رجل السلطة الناجح هو رجل القرب الذي يتفاعل مع ساكنة نفوذ التراب، فهو يمثل الدرجة الأولى للإدارة الترابية بالنسبة للمواطن. فحرصوا من فضلكم على أداء مهامكم على الوجه الأفضل على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. عملية مقاطعة المناقشة ليست بالسهل، هناك تحديات عديدة، هناك مشاكل متفاقمة. الحمد لله اليوم دار البيضاء كتعيش واحد الطفرة نوعية، واحد العدد من المشاريع، والعمل ديالنا واخد الحق ديالها. فعلينا جميعا أن نتجند من أجل إنجاح جميع هذه المشاريع. كنشوفوا تبارك الله كاين كل ما يتعلق بالطرق، كل ما يتعلق بالمساحات الخضراء، كل ما يتعلق بملاحق القرب، ولكن عندنا أيضا هناك مشاريع مهيكلة واللي غتغير إن شاء الله، هذا هو ما نتمنى، غتغير الوجه ديال عمليات مقاطعة المرشد. مشاريع اللي خدات الطريق ديالها واللي كتستدعي مجهودات إضافية من مختلف الفاعلين، سواء بطبيعة الحال الإدارة الترابية، ولكن أيضا المنتخبين وجميع الفرقاء الآخرين من مصالح خارجية للدولة ومن جماعات الدار البيضاء، شركات التنمية المحلية إلى غير ذلك. وأنا أخص بالذكر مشروع ديال مشروع الحضر لسيدي عثمان، والحمد لله خطط ديالو تم التصديق من طرف اللجنة المختصة على المحاور الأساسية ديالها. كاين هناك أيضا كل ما يتعلق بالهوية، كما كتلاحظوا بأنه خدينا واحد الخطوة، وهي مناسبة بنشكر مصالح وزارة الداخلية بسيرتنا أنه تم يعني الرفع من المستوى الإداري ديال الهوية من محققة إدارية إلى دائرة حضرية، باش تكون عملية ديال التطوير ديال المواكبة وديال التتبع تكون. وكاين هناك واحد الرؤية اللي تم التصدير ديالها وتعليمات موافقة السيد الوالي جهة عامة عمالة الدار البيضاء، تم الاقتراح ديالها والإدماج ديالها في البي دي بلان ديفلوبمون تيريتوريال، مخطط التنمية الترابي اللي هو دابا الآن بصدد التصديق عليه من طرف المصالح المركزية ديال وزارة الداخلية وباقي الوزارات المعنية. وكاين يعني المشروع المحيطي الثالث هو كل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية والإشكاليات اللي حتى هي كاين هناك مقترحات اللي تم إدماجها في البي دي تي ديال عمليات مقاطعة المرشد. فتحديات كبيرة وكثيرة، فأملي هو أنه يتم تجنب جميعا
من أجل دابا التصور كاين وإن شاء الله عما قريب غادي نعرضوا عليكم الدراسة اللي حنا بصدد الإنجاز ديالها واللي غادي تشمل جميع هذه المجالات. فالتصور كاين أكثر من تصور يبين بأنه هناك محاور عملية. فاللي خاص اليوم هو التتبع، اللي خاص اليوم هو أنه نجندو، لأنه الوسائل ديال الإقرار والتقرير وسائل المالية لا توجد بيديه، توجد بجهات أخرى على صعيد النقطة البيضاء، على صعيد شركات المياه المحلية، على صعيد جهة ديال التنظيم الصاد، على صعيد مجلس العمالة، على صعيد المصالح المركزية ديال وزارة الداخلية إلى آخره. فخص هناك واحد العمل غادي يكون جد مبني وكيستدعي بطبيعة الحال أنه نجد جميعا من أجل الوصول للمنتهى ديالنا. في الختام أريد مرة أخرى أن أنوه بجهود رجال السلطة الذين سيغادروننا، وما نكذبش عليكم بدون استثناء كنت تنبقوا معنا، ولكن هذه سنة الحياة. ماشي منهم غير الأمر الجيد. وكنتمنى لهم كل التوفيق ومرحبا برجال السلطة الجدد، وأدعوكم جميعا سلطات ومنتخبين وشركاء والمجتمع المدني والصحافة إلى مزيد المساعدة لهم جميعا حتى يكونوا في مستوى المطلوب. أسأل الله أن يعيننا جميعا على أداء مهامنا على الوجه الأفضل حتى نكون عند حسن ظن حاملا بفتاة جلالة الملك محمد السادس نصر الله يداه، وأن يقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي الحسن، وأن يشد أزره بشقيقه مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل الجمع فيه جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل التفرق منه تفرقا سالما موفقا معصوما. لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ملكنا المحبوب العظيم المفدى. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم احفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظت به السبع المثاني والقرآن العظيم. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا عزيزا تؤدي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم كن لمولانا أمير المؤمنين وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أسبغ عليه نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم بارك في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأنبته نباتا حسنا، وشد أزر جلالته بسره السعيد الأمير مولاي رشيد، واحفظه الله في كافة أسرته العلوية الشريفة آمين. واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وأمطر اللهم شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على الملكين العظيمين المجاهدين، جلالة الملك المغفور له محمد الخامس وجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.